واش الدراري معكم روبيو فيديو جديد. الحلقة ديال اليوم غادي ندويو على عبد العليم اي سبعتون واش كيدير الراب ولا كيدير الراي وشكون هو وكيفاش بدا حتى اليومنا هذا. هادشي كامل غادي نعرفوه في هاد الحلقة ان شاء الله. عبد العليم ولد حي شعبي من ليساسفا اللي بدا الراب في سنة 2007، تقاتل بوحدو وبدا الراب حتى لسنة 2010 2011. ما قدرش يلقى واحد الشهرة كبيرة، عرفته واحد الفئة صغيرة في الراب ديال الاولد سكول. من بعد كيتلاقى مع الصديق ديالو سي محمد البقالي اي سبوبو، هو اللي عاونو بزاف د الحوايج اللي منهم ستوديو. وسبوبو كان مشهور عليه واحد شوية اللي ولا عشيرو في الحلوة وفي الحارة، وقدر يعاونو باش يوصل في الراب المغربي كيف ما قال هو بالصوت ديالو. من بعد كان اللقاء ديالي مع سبو اللي هو الصديق ديالي وكنقدموا ليه تحيه زي دابا. تحيه ليه. الحاجه اللي عاوني بها هو انه كان هو عنده ديك الوقيته هو عنده استوديو، فهمتي، عنده ماتريال، عنده استوديو، كانوا مجموعين كذا. انا ديك الساعه باقي يلاه تنقلب على الاستوديوهات وداك الشيء عاوني. وديك الوقيته كيكون مهم الاستوديو الرابر حتى يجرب كيما قلت. احسن حاجه يقدر يقدمها لك بنادم في ديك الوقيته وهي الاستوديو، فهمتي، زعما اللوكال فين تقدر تسجل وداك الشيء. درت فيتورينغ مع سبوشي واحد، شي فيتورينغ واحد ولا مع جوج ولا ثلاثه، ودرنا بزاف الاعمال انا وياه. كان هو عنده بنادم تيعرفو، واحد الفئه كتعرفو، انا كان فئه اللي تعرفني شويه، بدا كيعرفني حتى انا بنادم، تيهضروا معنا بجوج، فهمتي. بدينا تنحسوا بداك زعما بنادم راه كيتصنت لك خارج كازا، مثلا كنا يطرا اكادير لا الرباط. فوالا لقب السبعتون جا من ان الشاب ديالنا اولا الرابور ديالنا فاش كان كيقرا في الابتدائي كان واحد العام جاب في النتيجه 4، وبحكم الذكاء ديالو والثقه ديالو في النفس ونيتو شد النتيجه بالمقلوب، وهذيك 4 بانت ليه 7، وكان كيسحاب راسو باللي راه جاب 7 ومشى فرحان تيقولها لدارهم والوالديه. بهذيك الوقيته كاع صحابو كانوا كيشدوا فيه على هاد السبعتون وسماو عليه على انه غلط وقرا 4 مقلوبه. كانت كتعقدوا هاد الكلمه، ولكن واحد الوقيته ولا اللقب ديالو الاساسي فاش دخل الشهره ودخل عالم الموسيقى، قدر يستغل هذا الاسم باش يكون اللقب ديالو وما ياثرش عليه في الحوايج السلبيين، ويكون حاجه ايجابيه باش ما تبقاش تضروا هذيك الكلمه. وولات عزيزه عليه هذا اللقب ديال السبعتون، وهي اللي تشهر بها في عالم الموسيقى. 2011 2012 مع سبوبو اللي قدروا يحكموا بيريود كبيره في الراب المغربي. كنتي كتسمع في هذيك الوقيته من 2012 حتى 2016 كنتي كتسمع غير السبعتون وسبوبو. سبعتون خرج بزاف ديال التراكات وخرج منهم لي زالبوم وأوبي. ديجا دويت على هاد التيم في واحد الحلقه سابقه عندي ديال لوكاجا فاميلي، اللي بغى يعرف مزيان الاخبار ديال هاد التيم يرجع يتفرج في هذيك الحلقه. واش سبوبو كان سبب في الشهره ديالك؟ بيان سور، سبو الوحيد اللي تاق في الموسيقى ديالي، اول واحد غادي نخدم معاه، وكيف ما كيعرف كل شيء كون ما كانش سبو ما غاديش يكون سبعتون. فهمتي، عاوني في بزاف الحوايج وكنشكرو من هاد الانترفيو. بقى غادي السبعتون مزيان، دار سميتو في الراب المغربي تشهر ديال بصح، حتى لواحد النهار كيجي السبعتون وكيخرج عند لي فان وكيقول لهم غادي نعتزل الراب. شنو هو السبب اللي خلى السبعتون اعتزل الراب؟ اللي منهم ان الموسيقى ديالو كتكون فيها تخسار الهضره وتكون موسيقى مسخه. لهذا السبب علاش ما كدوش في التلفازه وعلاش ما كدوش في الراديو. ومن بدا كيكبر اللي عقلو معاه ريح مع راسو وراجع الاوراق ولقى بلي هذا الشيء اللي كيدير راه تخربيق، ان هذا الشيء غيرجع عليه من بعد من غادي يولد وليداتو، وغتبقى عنده واحد الصوره ديال انه كيدير موسيقى الزنقه اللي ما فيهاش الاحترام وفيها تخسار الهضره وفيها بزاف د الحوايج خايبين، اللي تما اضطر يراجع الاوراق ديالو ويحبس الموسيقى. يشد جميع التراكات اللي عنده غادي يمسحهم، يعني فاند كارير ديالك سمعتي فيه اكثر من 30 تراك مسحهم. ما كنتش كنفكر لحقاش بنادم، فهمتي، باقي اجي، باقي صغير،
كتكتب وكتقول ما عرف شنو تقول فهمتي. من بعد صافي ما عندك حتى كتكبر وكتعرف شنو كاين، يعني كتعرف بان متبعينك دراري باقيين صغار. حتى لواحد النهار كيقرر باللي غادي يرجع للراب، ولكن غادي يرجع براب نقي اللي يقدر يدوز في الميديا ويقدر يدوز في التلفازة، ما تكونش فيه تخسار الهضرة وتكون فيه مواضيع اجتماعية ورسالات اللي كتقيس ولاد الشعب، ولكن بطريقة راقية بلا تخسار الهضرة، بلا حتى شي حاجة اللي كتعطي واحد الصورة خايبة. هي فين غيلونسي تراك ديال لابيل. تراك ديال لابيل دار واحد البوز خيالي في 24 ساعة، قدر يطلع في الطوندونس وضرب 2 المليون، لدرجة أن السبعتون ما تاقش وتخلع قال هاد الروينة هادشي ماشي ديالي. ناض مساح التراك وكبر عليه الماتش، ناضو بزاف هزو ديال التراك ولاحو في ليشين ديالهم وضربو 8 المليون 12 مليون على ظهر السبعتون. هو مني تخلع بهداك البوز عاود حبس وقال لهم انايا راه ما مسلكنيش هاد الراب، غادي نحبس هادشي ماشي ديالي. من بعد فاش كان اعتزل سبوبو، فاش كان غيبان الفردة اللي هو صديق ديال السبعتون، الفردة كان حكمها في الراب في 2017، كيطلع البولفار غي انفيتي السبعتون كصديق ديالو. السبعتون كان غير معروض باش يتفرج في الصديق ديالو، لكن واحد اللحظة الفردة غيقول بيبليك بلي عندي لكم واحد المفاجأة، وغيغوت عليه بسميتو وغيطلع اللاشين. فشاف واحد التجاوب كبير من الجمهور اللي خلاه يسترجع الاوراق ديالو ويقول هذا الجمهور كامل كيبغيني، علاش خاصني نعتزل؟ بالزربه الدراري ديال البولفار جات سالات هاد الحبسه هادي عاوتاني، جات حبسه اخرى من وراها، جات 2017 كان واحد الشو مع الفردة ديك الساعه، مع الفردة كانت البلباله تماك في البولفار. كنت تانفيتيت من طرف الصديق ديالي الفردة، تحيه ليه كاقولي. البولفار مشيت حضرت معاه، كان عنده الشو ديالو، قاد شو زوين هو، تفرجنا في الشو ديالو داكشي. انا كنت مريح كنتفرج انايا كنشوف صاحبي فهمتي. انت ما كنتيش بروغرامي باش انك تطلع ديك الساعه؟ لا ما كنتش في البروغرام، انا كنت مشيت كنتفرج فيه وانفيتي باش نجي نتفرج وداكشي. واحد الوقيته قال لهم راه كاين معنا واحد سيربرايز زعما تشوفوه كذا كذا كذا. دخلت عيط ليا بسميري زعما بغينا نسمعوها فهمتي، والدراري دغيا بالخفطن تيليشارجاو اللعيبه حطوها وتغنات لابيل في ذاك الوقيته، وجات زعما صدفه. جاو التراك ديال لابيل ولاحو بالزربه وغناه السبعتون في البولفار، وشاف تفاعل كبير ديال الجمهور، ولقى بلي 90% في الجمهور حافظه هاد التراك. تما بلي عرف مازال عنده قيمته في الراب المغربي عند الجمهور، وسول الجمهور واش بغيتوني نرجع الرابي ولا لا، قالوا لي بغيناك ترجع. تما فين غيخرج وغيقرر انه خاصو يرجع يرابي. حيت شفت شي حوايج ما عمرني كنت كنتخيل انا نشوفهم من نهار بديت نرابي فهمتي. يعني تشوكيت ديك اللحظه، ما رجعت للدار وتغيروا فيه بزاف الحوايج يعني ملي رجعت للدار. وقال لهم غادي نرجع برابي ولكن بستيل جديد مختلف على هذا الراب اللي كتعرف. هادي فماشي هي ما غندويش على الزنقه، راه باقا الكتابه هي الكتابه فهمتي، راه تتهضر على الزنقه على المعاناه على داكشي، غير تيتحيدوا واحد الحوايج خفاف اللي هما ما تحاولش تشجع بنادم على الدروغه مخدرات لعيبات، وما تحاولش تخسر الهضره ولا تسب شي واحد والديه ولا هادشي اللي كاين. اما اللي تام وداك الشيء راه باقي هو كتابه باقي سبعتون هو سبعتون. ولكن هذا البلان ديال حبسو ما كانش فريمون باغيين يحبسو، كان مخدوم. علاش؟ حيت الامبروليك اللي هو الجوكر تا هو حبس وبدل السميه وبدل الستيل. السبعتون ما بدل السميه ولكن بدل الستيل. كما كنعرفو تا الفردة تا هو بان بلاصة بوبو، كمل بسمية أخرى وكمل بستيل أخر. يعني هادشي كان مخدوم، ما كانوش بغاو يحبسو، كانوا كيحبسو غير على قبل الباز. حيت فاش كتحبس كتنوض البلبالة، علاش فلان حبس علاش فلان حبس، كتزادك الشهرة، ونهار كترجع كتعاود تزادك الشهرة، حيت كلشي كيرجع كيبغي
يعرفك شنو درتي عاوتاني. دليل على ذلك هو الفيتورينغ ديال نيشان اللي دار السبعتون مع الفردة. قال الفردة في واحد المورسو، قال درنا غير بوز وما نويناش نديرو اوف، يعني اوف ما طفيناش بمرة، بوز غير حبسنا فكرنا ودرنا ستيل جديد اللي غنديرو بيه البوز ورجعنا للتيران كالعادة. رابطينا على بوف باللوفي دوزنا لا ميزر والكورفي درنا بوز ما نويناش نقوف. قرر باللي يرجع يدير ستيل اللي غيدوز في الميديا وغيدوز في التلفازة، غيكون بواحد ستيل زوين. ملي بدا كيلوح في التراكات كانوا شوية مخلطين بالراب راي، ناض الضجة في البيبليك كيقول واش سبعتون واش ولا كيدير الراي ولا مبقاش قادر يدير الراب. سبعتون اللي جاي غادي غير الموسيقى هي الموسيقى، غير غيتبدلوا شي حوايج اللي تقدر تشوف موسيقى في الراديو وتقدر تشوفها في الميديا عادي. يعني بنادم عنده حق يدير هادشي، علاش؟ حيت دوز واحد 10 سنين في تمارا وفي لولد سكول يعني ماشي عاجيتي وتلاحيتي الكوميرس. يعني عندي حق ندير الكوميرس. بشوية بشوية كل مرة كيبان السيف في شكل، كل مرة تا واحد النهار خرج ليها طاي وقلبها راي ديال بصح. كلشي مبقاش كيقول ليه السبعتون، كلشي ولا كيقول ليه الشاب السبعتون AKA يعني كيغني الراي. حتى لواحد النهار خرج وصرح وقال بلي انايا 14 عام وانا كندير الراب، جميع العيبات اللي كيداروا في الراب درتهم، يعني الراب ساليتو وسخ لينا غير وجهنا وندمت علاش درتو وما استفدت منه والو. لهذا انا من حقي ندير الكوميرس. هذاك الشيء علاش تشتلح على هاد لي ستيل وقال لهم انا ما كندير راي ما كندير راب، اي ستيل طاح لي على كانتي نقدر نديرو. بالفعل تشلا تراكات اللي لاح الاخرين وبسيرتو الالبوم ديال باندانا كانوا في جميع لي ستيل، كان فيه التراب كان فيه الافرو كان فيه الراي كان فيه الراب راي، خلط جميع لي ستيل. يعني هنا سما راسو ارتيست، ما يبقى حتى شي واحد ينتقدو ويقول لي واش كدير راب ولا راي، يقدر يدير اي حاجه اللي جات على كانتو. وبلا ما نكذبوا على ريوسنا، اي حاجه كيدير شي واحد كتعجب البوبليك وكتلقى نجاح كبير وكيضرب مشاهدات خياليه وعاليه بالنسبه لنا احنا في المغرب، فإلا وهي ناجحه فهو كيشوف راسو في هذيك الحاله. الفلوس اللي دخل حاليا في هاد ستيل في واحد المده قصيره عمرو يدخلهم في الراب، واخا يضرب في الراب تاع 10 سنين. يعني هو براسو كون دار هاد الستيل وما نجحش ليه وما كيبغاهش الجمهور، كيما كتشوفوا الجمهور بلي كيعشق السبعتون ديال بصح التراكات ديالو لا في المغرب لا الجاليه المغربيه لا في اي قنت، كان غادي يحبس داك الستيل وغادي يرجع يرابي رغم انه بدل القرارات ديالو، حيت كان هو صاحبو سبوبو كيقولوا حنا كنرابيو اونتي اذاعه واونتي ويب، ولكن سبوبو اعتزل الراب اللي جا الفرده كمل بلاصتو ستيل، بقى في الستيل ديالو انه فري اونتي اذاعه واونتي كاميرا وغادي في الستيل ديالو. اما السبعتون قلب الهيت للشهرة، مغني ارتيست يقدر يبان في التلفازة يقدر يبان في الراديو يقدر يدير اي ستيل اللي مقبول وناجح وكيضرب واحد المشاهدات خيالية. اما دوك الروابا اللي كيبقاو يقارنوا بلي السبعتون مبقاش كيدير الراب، راه ماشي هو ما بقاش كيعرف يدير الراب، هو بغى يستغنى على الراب، عطى فيه كل ما فيه وحس براسو ان جميع الحوايج كيداروا في الراب دارهم وما عندوش لاش يكمل فيه، غادي غير يخربق ليه الكارير ديالو وغادي يصور شو لي الصوره ديالو. اللهم يدير واحد ستيل اللي هو مطلوب عند اللارج بيبليك وغيدخل منه فلوس وغياخد الاحترام وغياخد الشهره وغيدير الفلوس ديال بصح ومرتاح فيه وكيبان في جميع الحوايج، العكس ديال الراب اللي كيقدر يبان في شي بلايص وما يبان في شي بلايص. المهم حتى لهنا قدرتوا تعرفوا بلي السبعتون واش كيدير الراب ولا كيدير الراي، فهو ستيل ديفيرون يقدر يدير اي ستيل يقدر راسو كيرتاح فيه ولا كيعرف ليه كيديرو كيصدق ليه كيلقى نجاح. سال الفيلم.